السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار يا باشمهندسين؟ في الفيديو اللي فاتت اتكلمنا عن أطراف المشروع بشكل سريع وعرفتك دور كل واحد منهم، ولكن زي ما قلنا غرض الكورس إن أنت تكون مؤهل للشغل في البنوك بشكل خاص ومجال المقاولات بشكل عام. عشان كده هكلمك عن تفصيلة صغيرة في فيديو النهارده تضاف لأطراف المشروع، وكمان هكلمك عن دورة المشروع من أول ما يبدأ لحد ما ينهي بشكل بريف كده. هتكون رحلتنا إن شاء الله طويلة في المشروع من أول ما بيبدأ لحد ما بنسلمه ختامي إن شاء الله، عشان تعرف إحنا نعمل إيه في الكورس مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة زي ما قلنا أطراف المشروع، وبعد كده هنتكلم عن بداية المشروع ودورته، وبعد كده هنتكلم ايه اللي بيحصل في المشروع وازاي المشروع بيتطرع وازاي انا بقدر اقدم للمشروع وامتى باخده وايه الخطوات اللي بعملها بعد ما باخده وايه الخطوات اللي بعملها في المشروع لحد ما اسلمه التسليم الابتدائي وايه اللي بيحصل بين التسليم الابتدائي وبين التسليم الختامي وامتى بسلمه ختامي. فبقى بدون مقدمات كتير يلا بينا نبدا على طول. اول حاجه زي ما قلنا هم اطراف المشروع، واول ضلع واهم ضلع لان هو ده النبته بتاعت المشروع اصلا هو الاونر او المالك. المالك زي ما اتكلمنا ممكن يكون شخص او عده اشخاص او هيئه او مؤسسه. فخلينا ناخد المثال الاولاني ان انا شخص دلوقتي معايا فلوس وعايز استثمرها ان انا افتح مطعم، فدلوقتي المشروع بقى مطعم والاونر هو المالك ان هو صاحب المطعم. اما لو انا هيئه زي هيئه الابنيه التعليميه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات وعايز ابني مدرسه، فالمشروع بقى المدرسه والاونر هو هيئه الابنيه التعليميه. اما لو انا بنك الاهلي فانا البنك الاهلي عايز افتح ده مؤسسه كبيره مش شخص او مش مجموعه اشخاص، لا ده مؤسسه عايز افتح فرع جديد هو برضو المستفيد منه، فبالتالي المشروع بيبقى بنك والمالك بيبقى صاحب البنك الاهلي او بنك مصر او ايا ما كان يعني. ويسبق على كده كل حاجه زي هيئه الطرق والكباري والكلام ده كله، فكل اي حد بيطرح المشروع وهو المستفيد منه يبقى ده المالك. تاني حاجه هو المصمم والاستشاري. ليه انا بقول مصمم مش استشاري؟ لا ان في زي ما بقول لك لو انا دلوقتي اونر وما عنديش خلفيه هندسيه وعايز افتح مطعم، اول حاجه اعملها يا اما هنفذه ذاتي ومش هطرحه لحد، اما لو انا راجل يعني عندي خلفيه بسيطه ممكن اروح للديزاينر. الديزاينر بيفرق يعني الاستشاري. الديزاينر هو ما هو الا واحد بيعرف يعمل 3 دي ماكس ريندر، رسومات 3 دي ماكس، فبيطلع لك اشكال المطعم. طبعا انت كاونر ما عندكش خلفيه هندسيه هتبقى شايف ان ده كده الحل المتكامل، انت شايف المطعم قدامك وخلاص هتديه لاي حد يبدا ينفذ على شكل 3 دي اللي طالع قدامك، ولكن ده مش صح قوي زي ما قلنا. ولكن بيتم في بعض المشاريع ان المالك بيروح للديزاينر يعمل له 3 دي ماكس ريندر، بعد كده بيسنده لمقاول يطلع نفس الشكل اللي في 3 دي ماكس بالبادجت اللي محددها المقاول. اما المشاريع الصح بقى زي ما اتكلمنا عليها ان انت المالك بيروح للاستشاري، الاستشاري ده بيبدا يقعد مع المالك يعرف متطلباته ايه للمطعم، يبدا يعمل كونسبت ديزاين. يعني ايه كونسبت ديزاين؟ بيشوف المساحه اللي عنده ويبدا يقسمها لفراغات ويبدا يعمل حاجه ديزاين مبدئي كده ما بيتعبش فيه قوي عشان يعرضه على المالك. المالك بقى يقول له والله ده تمام قوي، لا احنا هنعدل في الحته دي، طب الفراغات مساحتها مش مناسباني او عدد الفراغات مش مناسبه، انا عايز اكبر المطبخ او مش عايز الغي الحمام او عايز السيتنج اريا تبقى يعني مختلفه شويه. فبالتالي بيبدا يعدل على الكونسبت ديزاين ده لحد ما يوصل خلاص للمرحله النهائيه للديزاين. يبدا الاستشاري بقى يتعب فيه ويعمل الرسومات النهائيه التصميميه الهندسيه بشكل كامل، وبناء على التصميمات بتاعته دي بيبدا الاستشاري يعمل حاجه اسمها البي او كيو او البوك اوف كوانتيتي او البيل اوف كوانتيتي اللي هي قائمه الكميات او كراسه الكميات بتاعته. دي بيعملها بناء عليه يعني مثلا هو في التصميم بتاعه عمل، خلينا في الكهرباء، ان هو عمل انه عنده 120 مخرج اناره، فبالتالي بيحط في كراسه الكميات بتاعته ان هو عنده 120 مخرج اناره بالسلك اللي هو موصفه او بالكابل اللي هو موصفه، يعني 3 في 3 كاسلاك او ككابلات على حسب نوع المشروع او حسب المواصفات اللي حاططها. وبعد كده بيبدا يعمل كل البنود بقى بالتالي وهكذا، بيبدا يحط عدد اللوحات بتاعته، الكابلات اللي عنده، لو في كيبل تري، ولو المخارج كلها سواء باور او نورمال لو لايت كارنت، كل حاجه بيبدا يحطها في البيل اوف كوانتيتي دي، وبيبدا يحط معاها التكنيكال سبيسيفيكيشن او التكنيكال داتا اللي عايز المشروع يمشي عليها. والله احنا بنشتغل بالوضع الفلاني 1 2 3 والتكنيكال داتا بتاعتي 1 2 3، ويبدا يحط قائمه الموردين او الفيندور ليست. يعني ايه قائمه الموردين او الفيندور ليست؟ دلوقتي بيقول لك والله انا مش هشتغل من غير من البراندات اللي انا حاططها لك دي. طبعا انت ممكن عشان لسه مش في السوق او جديد فمش عارف البراندات، بس خلينا ادي لك مثال. وليكن من اللوحات انا مش هشتغل غير شنايدر وبي بي، وممكن يقول لك شنايدر ويديك نوع معين، يعني مش عايز مثلا انكلوجر اللي هو باب الغطا بتاع اللوحه يبقى لوكال، لا انا عايزه مثلا يكون سبيشال او بريزما او اي نوع من انواع شنايدر المعروف وهكذا. ممكن يديك بدايل، ممكن يكتب لك اور ايكوفالنت وممكن ما يكتبلكش يقول لك انا عايز النوع ده بس. طيب مثلا بيتكلم عن الكابلات يقول لك انا عايز والله السويدي، ممكن يكتب ايجيبشن كيبلز او المصريه، وممكن يقول لك لا انا عايز السويدي بس. مثلا المواسير ممكن يقول لك نيو ايجا وبيت الهندسه، وممكن يديك بدايل تاني او ممكن خلاص ما يديلكش زي ما قلنا. فدي قائمه الموردين. طيب يا هندسه دول بيفرقوا معايا في ايه؟ لا بيفرقوا جدا، لان دي المواصفات اللي حاططها اللي هو عايز يطلع بيها المشروع، وانت كمقاول لازم تلتزم المواصفات دي وتسعر المقايسه بتاعتك على اساس المواصفات دي. طيب ده كده الدور الاستشاري واللي بيعمله في المشروع. هل هو في العاده كده؟ لا، الاستشاري كمان هو
هو عشان باختصار هوصفه لك في كلمه زي ما قلنا المالك هو مصدر الفلوس والمستفيد من المشروع، هوصف لك برضو الاستشاري في جمله بسيطه. الاستشاري هو يعتبر المصمم والمشرف على التنفيذ والجهه الفاصله بين المالك والمقاول. يعني ايه الجهه الفاصله بين المالك والمقاول؟ هو الراجل ده بيضمن حق المالك وحق المقاول، الراجل ده بيشرف على المستخلصات وبيشرف على التنفيذ، هو اللي يقدر يقول والله تمت بالمواصفات اللي احنا طالبينها واللي طالبها المالك، والمقاول عمل كذا وليه كذا وعليه كذا. نيجي بقى لثالث طرف اللي انت اكيد خلاص عرفته باللوجيك اللي هو المقاول، والمقاول ده وظيفته برضه في جمله واحده ان هو بيقوم بتنفيذ المشروع على حسب المواصفات اللي حاططها الاستشاري والمتطلبات اللي طالبها الاستشاري بناء على رغبات المالك. في بقى طرف رابع هو المشرف على التنفيذ، والمشرف على التنفيذ ده هو اللي بيضمن زي ما قلنا ان التنفيذ يتم بشكل صحيح وبشكل زي ما المالك والاستشاري عاملين. المشرف على التنفيذ ده ممكن يكون من جهه الاستشاري وممكن يكون من جهه المالك، فزي ما قلنا يعني ملوش حد، لكن ممكن المالك يجيب مهندس من بره او مدير مشروع من بره يشرف على التنفيذ، ممكن الاستشاري يحط حد يبقى قاعد في السايت مشرف على التنفيذ. زي ما قلنا المشاريع مش لازم تتكون من الاربعه دول، ممكن تتكون منهم، ممكن يتضاف لهم اعضاء تانية، وممكن زي ما قلنا في مشاريع ما بيبقاش فيها خلفيات كبيره قوي فتتكون من ان انت عندك مالك بيروح لمصمم، المصمم بيطلع له 3 دي ماكس، المالك بيعجب بيه خلاص ويقول له انا مثلا عايز انفذ المشروع ده وليكن بمليون جنيه او 100,000 جنيه على حسب البادجت بتاعته. فالمصمم ده بيبدا يروح للمقاولين يقول لهم والله العظيم انا عايز واحد يجي يشيل او عده مقاولين، ممكن يروح واحد للميكانيكا واحد للكهرباء واحد للمب واحد للاعتيادي وهكذا، يعني يقول لهم والله خدوا الرسومات بتاع 3 دي ماكس دي طلعوا من عليها بي او كيو وحطوا اسعاركم ويشوفوا يقعد يفاصل معاهم ويوصل لحد ما يوصل للبادجت اللي عايزها المالك، وكمان يطلع المكسب بتاعه او الربح بتاعه من الموضوع ده. في تفاصيل كتير يعني، بس انا بديك خلفيات زي ما قلنا عن المشاريع عشان لو رحت في مشروع ما وما لقيتش كل الجهات دي ما تقولش ان انا قلت لك حاجات غلط. لا، المشاريع دي زي ما قلنا المشاريع الكبيره زي البنوك هتلاقي ان شاء الله فيها الحاجات دي، والمشاريع في مشاريع تانية مش هتلاقي الحاجات دي. بس برضو واجب التنويه ان انا اقول لك في مشاريع زي مشاريع بنك التعمير والاسكان او المستشفى، بعض المستشفيات بيبقى المالك هو الاستشاري. يعني ايه المالك؟ بيبقى جايب هيئه هندسيه كامله، بيبقى دي استشاريين عنده هم اللي بيحطوا التصميم وهم اللي بيشرفوا على التنفيذ وهم اللي بيستلموا زي بنك التعمير والاسكان مثلا. اما البنك الاهلي عنده مهندسين برضو اللي هم الاونر، لكن برضو بيحب يحط جهه استشاريه في النص تبقى موجوده مع المشروع، فهتلاقي الاثنين موجودين زي ما اتكلمنا قبل كده يعني. نيجي بقى لنقطه تانية، هو ازاي المشروع بيبدا وازاي المشروع بينطرح. زي ما قلنا ان الملك هو النبته او البذره بتاعه النبات اللي احنا بنطرحه، بيروح زي ما قلنا الاستشاري بيبدا يدرس المشروع يعمل له كونسبت ديزاين، وبعد كده زي ما قلنا بيعمل الفاينل ديزاين وبيبدا يطلع المواصفات وكراسه الشروط والكميات والكلام ده كله، ويبدا يقول يا جماعه احنا عندنا مشروع، تعالوا خدوا كراسه الشروط واشتروها وابداوا سعروا وادونا الاسعار بتاعتكم عشان نحدد. زي ما قلنا لازم تعرف ان في حاجه اسمها ممارسه، في حاجه اسمها مناقصه، وفي حاجه اسمها اسناد مباشر. الاسناد المباشر دي ان انا ابقى زي ما قلنا استشاري والمالك عارف مقاول معين، فخلاص احنا عارفين ان المقاول ده احنا عايزين ننجز والمشروع فاست تراك، فانا بعمل اسناد مباشر لمقاول بقول له يلا خش اشتغل في الشغلانه دي انا عايز اخلصها بدري. فده الاسناد المباشر، ان انا عارف مقاول معين شغال معاه مثلا بقالي كذا وعارف اسعاره وعارف شغله، فخلاص انا بطرح المشروع اعمل له اسناد مباشر للمقاول ده فيجي يشتغل على طول. تاني حاجه اسمها المناقصه. المناقصه دي في منها نوعين، مناقصه محدوده ومناقصه عامه. يعني ايه بقى مناقصه دي؟ ان انا زي ما قلنا بنبعت للشركات بتيجي تاخد المظروف، بتيجي تاخد كراسه الشروط وبتبدا تعمل هي التسعير بتاعها، وانا باخد اللي مناسب فنيا واللي اقل ماليا. طيب ايه المناقصه العامه وايه المناقصه المحدوده؟ المناقصه العامه ان انا خلاص سايبها لاي حد يجي يقدم، انما المناقصه المحدوده انا محدد كذا شركه بالظبط هم اللي هيجوا المناقصه دي تكون ما بين. طيب ايه بقى الممارسه؟ الممارسه دي هي زي المناقصه بالظبط، ولكن المناقصه بتدخل لها بمظروف فني ومالي وما بيتغيروش خلاص. اما الممارسه لا، انت ممكن بيكون فيها خصم زيها زي مثلا زي المزادات اللي انت بتشوفها كده 70,000 80,000، ولكن بالعكس انا هحط مثلا المقايسه بتاعتي وليكن ب 100,000 هحط خصم واحنا قاعدين 30% فبقت 70، في واحد تاني ممكن يحط 25 فبقى هو 75 لو احنا فرضا متساويين في الاسعار، وهكذا لحد ما يوصلوا لاقل واحد اقل سعر، وهو ده اللي بيبدا يرسي عليه المشروع. طبعا التفاصيل دي ما تهمناش قوي، لكن انا بديك خلفيه عشان تبقى فاهم برضو اللي بيحصل في المشروع. احنا مش هنتعمق فيها خالص النقط دي، ولكن زي ما بقول لك انا عايزك تطلع ان شاء الله من الكورس ده انت جاهز وفاهم اي مصطلح يطلع معاك. طبعا بيبقى فيه بقى حاجات ماليه تانية برضو مش هتكلم فيها، ممكن انت تسرش وتبحث عنها وتفهمها لو حابب موضوع اكتر، زي خطاب الضمان والتامين بتاع المشروع والكلام ده كله. ده ما يهمناش هندسيا قوي، ولكن زي ما بقول لك عشان فيما بعد ان شاء الله لو انت هتبقى مدير مشاريع او انت صاحب شركه فتبقى فاهم السيكونس اللي بيحصل يعني في المشروع. طيب دلوقتي انا رحت اشتريت كراسه الشروط خلاص وخدت المواصفات الفنيه والبي او كيو وخدت الفندور ليست. ايه المفروض بقى اعمله دلوقتي؟ والمفروض اكون خدت رسومات كمان. اللي دلوقتي المفروض حضرتك تعمله ان انت تبدا تدرس المشروع. يعني ايه ادرس المشروع؟ ادرس بقى المواصفات وادرس الرسومات بشكل كويس واشوف كل الكلام ده كله وابدا اسعر المشروع. يعني ايه اسعر المشروع؟
المشروع هنعرفها ان شاء الله في الليكتشرز الجايه، وهنعرف طريقتين كمان للتسعير، ونبدا نسعر المشروع بتاعنا واحده واحده بعد ما درسناه. ولازم زي ما بقول لك تدرسه بشكل كويس، لان التسعير دي مش فلوسك يا باشمهندس. ركز في الحته دي لوجه الله، لازم تركز كويس في التسعير بحيث ان انت لا تأفور في التسعير قوي فتضيع المشروع على الشركه، ولا برضو تقل في التسعير قوي بحيث ان انت تطير المشروع او تخسر الشركه. فلازم تدرس الموضوع بشكل كويس وتجيب عروض اسعار، وشطارتك انت بقى بعد كده ان انت تعرف تجيب نسب خصم كبيره اكبر كمان من اللي انت مسعر عليها وتكسب الشركه اكتر. ولكن زي ما بقول لك راعي ربنا. اول حاجه لازم تسعر على حسب المواصفات الموجوده، ما تأفورش، ما تديش البند ما يكونش مثلا وليكن ب 600 جنيه تحط انت ب 400 يعني ب 2000 جنيه، فده مش لوجيك خالص. زي ما قلنا هيطير المشروع. ولازم يكون زي ما بقول لك عندك سنس في التسعير، وبعد كده ده بيجي مع الوقت ومع الخبره. خلاص المشروع اتسعر، ايه اللي بقى اللي بيحصل دلوقتي؟ انا بيبقى عندي مظروفين، مظروف فني ببدا احط فيه الكتالوجات للحاجات اللي انا هوردها. زي ما قلنا بيبقى فيه فيندور ليست ممكن يكون فيها اكتر من واحد، فوالله انا مثلا اخترت نيو جبن المواسير، فببدا احط التكنيكال داتا بتاعته من الكتالوجز بتاعته او من التكنيكال داتا بتاعته، بطبع بس القطاعات اللي انا هشتغل بيها اللي موجوده في المقايسه. ممكن اعمل هايلايت كمان على القطاعات بتاعتي لو في اكتر من قطاع في الصفحه، وببدا اعمل المظروف الفني اللي هو زي ما قلنا التكنيكال داتا بتاعتي. لو انا هجيب لوحات بيجي لي برده عرض فني ومالي، بحط العرض الفني ما بحطش العرض المالي طبعا بتاع اللوحات. بعد كده ده كده المظروف الاولاني اللي هو المظروف الفني. طيب المظروف المالي بتحط فيه المقايسه اللي انت مسعرها بالتفقيد بتاعها، يعني البند بيتفقد باللغه العربيه ككل بند وكمجموع البنود، وفي الاخر توتال المقايسه بيتفقد برده باللغه العربيه. طيب احنا خلصنا المظاريف وبعتناها، دلوقتي في اكتر من شركه بعتت المظروفين بتوعها، المظروف الفني والمظروف المالي. بيبقى فيه بقى خلاص الجلسه اللي هي متحدده خلاص ان انت وقت ارسال المظاريف بيبقى ليه ديدلاين، وبعد كده بيبقى فيه جلسه بيقعد الاستشاري بقى ويبدا يحط المظاريف الفنيه قدامه، يبدا يستبعد الناس اللي مش مطابقه فنيا الفيندور ليست اللي حاططها والمواصفات الفنيه اللي حاططها. بعد كده بعد خلاص ما صفى ان مثلا عندنا كان مقدم 20 شركه، في منهم 2 أو 3 اترفضوا فبقى او 5 اترفضوا، فبقى عندنا 15 شركه. ايه اللي يفصل ما بينهم؟ زي ما قلنا السعر، اقل سعر مش اقل سعر بس. طب افرض 2 اتساووا، هاخد ايه؟ في حاجه اسمها دفعه مقدمه. انت قبل ما بتبدا المشروع بتاخد دفعه مقدمه وليكن 20% من القيمه الاجماليه و25%. فلو عندي شركتين يتساووا بنفس الرقم بالظبط ببدا اخد اللي اقل في الدفعه المقدمه، يعني واحد ممكن يكون طالب 20% دفعه مقدمه وواحد طالب 15، فبالتالي ال 15 هو اللي بياخد المشروع. بيبقى في تفاصيل تانية طبعا بتحصل زي ما قلنا، يعني انا بكلمك بشكل عام وسطحي بس عشان تبقى برضو عندك خلفيه. عايز تستزيد ممكن تسال بقى الناس اللي هي اهل الخبره او الناس اللي هي بتبقى موجوده في الاماكن دي او في مكان المناقصات دي بشكل عام. لكن احنا كانجينيرنج ما يهمناش قوي دلوقتي. بعد كده اللي بيحصل بقى ايه؟ ان انت خلاص بتبدا بيبقى في حاجه بقى اسمها امر اسناد. لو الموضوع خلاص لسه علينا احنا كشركه وليكن شركه انا ما هقول مثلا عمر شاهين، فبتبدا خلاص بقى بيجي لك حاجه اسمها امر اسناد. امر الاسناد ده ان انت خلاص المشروع اسند ليك بالمواصفات والاسعار اللي احنا محطوطه والكلام ده كله خلاص. ايه بقى الخطوات اللي بتبدا تعمل على ده؟ اول حاجه لازم تعملها ان انت تروح تعمل سايت فيزيت قبل ما تبدا خلاص في المكتب الفني. بيبقى في حاجه اسمها امر استلام الموقع، بيبقى المشروع مثلا محطوط له 3 شهور او 4 شهور على حسب المده المحطوطه للمشروع، وبعد كده بيحصل عليه غرامات، فلازم تروح تستلم الموقع. امر مهم جدا. طب افرض الموقع فيه معوقات تعوقنا عن الشغل بشكل عام، خلاص انا كده هعمل محضر ان الموقع ما يخلينيش ابدا اشتغل عشان اقدر اسلم في المده المحدده. فبالتالي بيبدا الاونر او الاستشاري يحل لك المشاكل دي عشان تعرف تروح تستلم الموقع تبدا شغلك على طول. فبتروح الموقع تعمل امر الاستلام بتاعك. من اول ما بتمضي امر استلام الموقع كده انت الشهور بتاعتك هتعد. زي ما قلنا لو هم 3 شهور خلاص ال 90 يوم بتوعك بداوا يعدوا من يوم امر استلام الموقع. لازم تبقى عارف ان الموقع جه. طيب انا بقى زياره يعني انا كمكتب فني زياره الموقع تهمني في ايه؟ تهمني في حاجات كتير قوي. اول حاجه ان انت تشوف الموقع ده مناسب، ايه اللي مناسب فيه دلوقتي ان انت تبدا تشتغله في الحال، يعني تبدا بيه بالشوب درونج الاول، وبالتالي هيوفر معاك وقت ومجهود. يعني ما تروحش تعمل نظام وهو مش جاهز دلوقتي وبالتالي تبدا ان انت مش جاهز. انا برضو بفضل دايما ان انت تخلص شوب درونج كامل وتعتمده الاول، بعدين تبدا تنزل في السايت. فدي نقطه مش هتهمنا الا لو مش فاست تراك وموقفين فوق دماغك ان انت لازم تبدا الشغل في اي حاجه دلوقتي. فلازم خلاص بتروح تشوف ايه النظام الاجهز ان انت تشتغله بشكل كامل وهيفرد معاك شغل، وبتروح تعمله سبميت يتوافق عليه تنزل تشتغل في السايت وهكذا. وبتبدا انت بتبقى شغال على الطرفين، ان انت بتعمل سبميت لحاجات وشغال في الموقف الحاجات اللي هي سبميتد تعمل لها اوريدي سبميت خلاص وخلص تمام. طيب ايه بقى اللي بيحصل بعد كده؟ ايه اللي بستفيده تاني من زياره السايت؟ زي ما قلنا بتشوف قرب المكان من الطريق عشان بعد كده انت بتجيب له مهندسين وبتجيب له العمال، ولو انت بعد كده بتجيب له ماتيريال فتبقى عارف هو بعده عن الطريق عامل ازاي عشان توفر للناس دي مواصلات رايح جاي، ولا هو خلاص اوريدي في مواصلات قدامه والدنيا الجميله. طيب زي ما قلنا قربه وبعده عن المدينه، زي ما قلنا الكلام ده كله. لو السقف بتاعك فلات ولا
مش فلات الكلام ده كله هيساعدك في الشوب دروينج، لانه لو مش فلات انت عارف ان انت هتضطر تعمل تكريبات زياده، فبالتالي نسب المواسير اللي هتحتاجها اكتر عشان تعمل حسابك في البضاعه. وتشوف بقى الموقع بشكل عام زي ما اتكلمنا، انت هتحتاج الاكوار بتاعتك فين، الريزر بتاعتك فين، فبتبقى شايف كل حاجه على الطبيعه وبتبقى خلاص شايف ان الدنيا تمام. حتى لو انت شغال بعد كده في مول زي ما قلنا وهنتكلم بعد كده في حاجه اسمها LOD الليفل اوف ديفلوبمنت، يعني انت بتربط مع المول على بعض الحاجات، هو بيكون مديك كابل التغذيه في ديسكونكت، وبيكون مديك مونيتور موديول عشان تربط الفاير الارم. فالكلام ده كله انت محتاج برضو تشوف الاماكن بتاعته، لان ممكن يكون الرسومات LOD متغيره عن الواقع، فانت بتروح تشوف كل الكلام ده كله، فانت بتبقى خلاص المشروع قدامك وانت بترسم انت متخيله وشايفه وانت بترسم، فده بيوفر وقت ومجهود كبير. طيب لازم تعرف برضو حاجه مهمه جدا، ان لما بتتاخر عن تسليم المشروع اللي هو 3 شهور بيحصل فيه غرامات. طب هتقول لي يا باشمهندس دلوقتي في حصل تاجيلات او تغييرات او الكلام ده كله لازم يكون بايميلات ويبقى فيه معمول لوجات، وده اللي هنتكلم عليه، وهنبقى نعرف برضو في الكيتشرز بعد كده ازاي بنعمل السبميتال لوج وازاي بنفايل الايميلات والكلام ده كله، لان ده مهم جدا ان انت تقدر تاخد، يعني لو الاستشاري انت بعت له الرسمه النهارده وبعتها لك بعد شهر مثلا انها سبميتد، لازم تاخد ان الشهر التاخير ده من عند الاستشاري، لان المفروض مثلا يرد عليك في خلال 3-4 ايام اسبوع بالكتير، فبالتالي كل تاخير عن الوقت المحدد اللي هو 3 ايام هو وقت تاخير في صالحك انت المفروض تاخده بعد كده. فلازم زي ما قلنا نعمل سبميتال لوج. ايه السبميتال لوج؟ انا بعتها له يوم كذا، هو رد عليا يوم كذا، خدت كود كذا، وبالتالي انا رديت عليه تاني يوم كذا، وهكذا لحد ما توصل خلاص ان انت في عندك تاخيرات. طيب مثلا جه المول وقف اعمال خالص دلوقتي وقال لك احنا نوقف اعمال لسبب ما، فبرضه لازم تعرف تاخد خطاب من المول ان والله هو الناس هي اللي وقفتنا في الشغل في الحته دي، فمش هينفع نكمل، وهكذا بقى. يعني لازم تجيب مبرر للتاجيلات بتاعتك او التاخيرات بتاعتك، يا اما هيوقع عليك انت غرامات. في حاجه مهمه بقى، انت كمهندس مكتب فني او لو انت التيم ليدر لازم تعمل حاجه اسمها تايم سكيدول للمشروع، وتبقى عارف انت هتخلص فيرست فيكس امتى وسكند فيكس امتى وفاينل فيكس امتى، لو في موقع هام بتخلصه امتى، فبالتالي ده حاجه بتتعمل على بريمافيرا. بس اللي عايزك تفهمه دلوقتي ان انت ليك مده محدده لازم تحطها، ولازم تعرف انها ديبندنس، يعني ديبندنس معتمده وليها ريليشن بالحاجات الثانيه. وليكن مثلا ان انا هبدا اعمل السيرد فيكس، اركب الاكسسوارات. طب مش عشان اركب الاكسسوارات دي لازم يكون السقف الساقط موجود، لو انا بشتغل مثلا باكسبوز وفي سقف ساقط ريفلكتد سيلينج، طب لو هو مش موجود يبقى انا مش هعرف اركب. لو انا المفروض السقف الساقط انا متكلم ان الفيرست فيكس هيخلص مثلا يوم 30، بناء على ان السقف الساقط هيخلص يوم 29، طيب السقف الساقط ما خلصش يوم 29، خلص يوم 1 أو 2 أو 3 من الشهر الجديد، بناء عليه انا عارف ان هو طالما انا عدلت في السكادول بتاع السقف الساقط يبقى عدل في السكادول بتاع الاكسسوارز دي اللي بيعملوا برنامج بريمافيرا. انا بس عايزك تعرف ان انت لما تدي ميعاد ادي ميعاد ديبندنس اون كذا، ديبندنس اون الاعتمادات بتاع الاستشاري، ديبندنس اون ان يحصل 1 2 3، وتبدا تشوف الديبندنس بتاعها وتبدا تقسمها لديسيبلينز، تشوف هي بتعتمد على ايه، ولو ايه اللي اتاخر هي ممكن تتاخر ولا لا، وتشوف كل الكلام ده. طيب خلصنا بقى الكلام ده، نبدا بقى في الشغل بتاع المكتب الفني. اول حاجه واللي لازم تتكلم عنها ان انت بتبدا تراجع الديزاين تاني بشكل مظبوط، ولو في حاجه مش مظبوطه بتبعت حاجه اسمها RFI اللي هي ريكوست فور انفورميشن. والله انا شايف ان في الديزاين ده ممكن يكون في حاجه ناقصه، طب هنا انا شايف المفروض يكون في باريزه. بتبدا انت بتسال، مش يعني مش بتنقد او بتقول ان في حاجه غلط، لا انت بتسال بتستفسر، حتى اسمها ريكوست فور انفورميشن. طب انا مش عارف هل ده صح ولا غلط، وتبدا تطلب ادفايس من الاستشاري بتاعك، بيبدا يرد عليك بعد كده. الكلام ده كله لازم برضو تعمله بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني لازم تبقى عامل له تراكنج ان انا بعت له يوم كذا RFI رقم 1، ولو ينفع تعمل لها سكانر وتعمل لها هايبر لينك على الاكسل، يعني تبقى شغل ممتاز جدا وبروفيشنال. تمام. بعد كده بتبدا تعمل حاجه اسمها الماتيريال سبميتال والشوب دروينج سبميتال. ايه هو الماتيريال سبميتال؟ انا دلوقتي ببدا اشوف الماتيريال اللي انا هشتغل بيها زي ما كنت باعتها في العرض الفني، وابدا اعمل لها سبميتال، ابعتها للاستشاري واحطها برده في السبميتال لوج. فيبدا الاستشاري يرد عليا، والله مثلا انا عايز عينات، روح جاي باعت له عينات، يعتمدها لك يديك كود A كود B كود C كود D، تمام، على حسب. فلو اداك كود A او كود B خلاص انت كده شغال. يعني هو غالبا هيديك كود B اللي هو في الفيندور ليست، وهيقول لك كام كومنت جنرال كده تراعيهم وانت تراعيهم معاك يعني. طيب لو هي كود C او كود D خلاص هي كده ريجكتد، يعني هو عايز حاجه تانية او في حاجه تفصيله ناقصاه، تمام. بتبدا تبعت بقى لكل حاجه، بتبدا تبعت للماتيريالز اللايت كرنت والمواسير والاكسسوارات وكل حاجه في المشروع انت هتوردها، بتبدا تبعتها للشاري بماتيريال سبميت. تمام. بعد الماتيريال سبميت اللي انت بتبدا بقى تعمل الشوب دروينج بتاعك بتاع الانظمه كلها وتخلصه، وتبدا تبعت له. يعني حتى لو خلصت نظام مش لازم تبعتهم كلهم كباكج واحد مع بعض، بس ابعت نظام، بس حاول في خلال الاسبوع او يومين 3 تكون خلصت كل باسرع ما يمكن، تكون خلصتها بشكل دقيق جدا بالسكاشن بكل حاجه هنتعلمها يعني بشكل بروفيشنال وتام خالص، وشكل الاخراج بتاعها كويس، وتبعتها للشاري بتاعك عشان يبدا برضه بسبميتال لوك برضه وبايميلات رسميه او بخطابات رسميه، وبتبدا تبعتها للشاري ويبدا يرد عليك، والله لا في تعديل، والله خلاص كود بي انزل اشتغل في الموقع. طيب ايه اللي بعمله بقى بعد ما خلصت الرسومات الشوب دروينج بتاعتي؟ ببدا اعمل حاجه اسمها ماتيريال كوانتيتي سيرفي او ماتيريال سيرفي. انا
انا ببدا اشوف الخامات اللي انا محتاجه بناء على الشوب درونج، ببدا احسب من الشوب درونج والله انا محتاج كام لفه مواسير، كام متر، كام لفه اسلاك، كام متر كابلات، محتاج 1 2 3. ببدا اقسمه فيرست فيكس، سكند فيكس، ثيرد فيكس، وبحصر المشروع بتاعي بشكل كامل وابدا اورد للموقع عشان ابدا خلاص اشتغل. بعد ما خلصت توريد للموقع خلاص انا كده يعني بيبدا بقى المكتب الفني يبقى في التفنيشات بقى خلاص بتاعته اللي هو ايه، لو في RFI، متابعات السايت، الانفويسز. طيب في حاجه بقى مهمه لازم اكلمك عليها وهي العقود. انا وانس ان انا تعاقدت على المشروع وجالي امر الاسناد وخدت دفعه مقدمه، لازم اروح اعمل بقى التعاقدات بتاعتي عشان اثبت الاسعار واضمن ان الحاجات دي بتاعتي موجوده وما يحصلش اي حاجه. يعني مثلا انا دلوقتي لو متعاقد مع لوحات مورد لوحات ومورد لايت كارنت اروح اتعاقد معاه. لو هجيب مقاول باطن ينفذ لي الاعمال مثلا الكهربائيه صناعيه مثلا هروح اتعاقد معاه وادي له دفعه مقدمه هو كمان، عشان زي ما بقول لك اثبت كل الكلام ده كله، اثبت ان الحاجات بتاعتي خلاص بقت ثابته، متعاقد على الاسعار، متعاقد على الكميات، متعاقد على كل حاجه، يبقى انا واقف في ظهري حيطه صلبه، فخلاص انا مش خايف من حاجه، الدنيا تمام معايا، ابدا بقى اشتغل وانا مطمن. طيب خلصنا بقى كل ده، نبدا بقى يجي يدور السايت، يبدا بقى السايت ينفذ اسبوع باسبوع. شوف بقى انت يعني هتلاقي عندك ان بشكل اسبوع او شكل يعني كل اسبوعين او كل 14 يوم ان انت بتعمل مستخلصات مقاولين باطن، وبشكل شهري او حسب العقد بتاعك ان انت بتعمل المستخلصات بتاعتك انت. المستخلص ده بيحتاج حاجه اسمها QS او كوانت سيرفي. كوانت سيرفي دي بتتحسب بناء على ايه؟ بناء على الBOQ. دلوقتي مثلا احنا عندنا 100 مخرج اناره زي ما قلنا للشارع حطيتهم، انا خلصت 50 كفيرست فيكس، فالمستخلص بقى يعني دي فبقول ان انا بحصل ان انا خلصت 50. نسبتهم كام على حسب بقى اللي انت متفق معاه في الاستشاري، يعني في نسبه الفيرست فيكس بيكون 40 او 45 زي ما بقول لك على حسب العقد بتاعك، والسكند فيكس بيكون 80 او 85، فاينل فيكس بقى خلاص 100%. ببدا اعمل زي ما قلنا مستخلصات المشروع، مثلا قلنا على 3 شهور، يبقى احنا كده عندنا ممكن نعمل 2 انفويس جاري دي يعني مش ختامي، يعني لسه احنا شغالين، وممكن نعمل 1 ختامي. الختامي ده بقى بيكون نسبته 100% وبيرجع يتخصم منه 5% ضمان اعمال. يعني ايه ضمان اعمال؟ المشروع بعد ما احنا بنخلصه بنسلمه تسليم ابتدائي. تسليم ابتدائي اللي هو انا خلصت المشروع بس انا سلمته لك تسليم ابتدائي، ده مش اخر حاجه خلاص، التسليم الختامي بيبقى بعد التسليم الابتدائي بسنه، فبالتالي انا بخصم 5% ان ضمان اجهزتك دي شغاله معايا، وطول السنه دي لو حصل حاجه في الاجهزه انت عليك كمقاول ان انت تعمل لها استبدال او صيانه، وبالتالي بتقعد زي ما قلنا شغال طول السنه دي بتعمل صيانه او استبدال للحاجات اللي لا قدر الله لو باظت، وبعد كده بعد سنه من تاريخ الاستلام الابتدائي بتسلم ختامي وبتاخد ال 5% بتاعتك دي الاخيره، وبيبقى كده خلاص انت مالكش اي علاقه بالمشروع تاني نهائي. زي ما قلنا بعد السايت ورك ما بيخلص برضو لازم تعمل حاجه اسمها اسبلت وتسلم الرسومات دي في التسليم الختامي، وبرضو مع الوقت هنتكلم ان انت لازم تعمل حاجه اسمها الهارد ديسك، برضو الانظمه الامنيه لازم تكون، لو انت عندك نظام كاميرات لازم تعمل الهارد ديسك كالكوليشن وتسلمها وتسلم ضمان بالاجهزه دي وشهاده منشأ، بتسلم كل حاجه. خلاص بقى المشروع انت خارج منه مش هيبقى بتاعك، فلازم تسلم كل حاجه حرفيا، لازم انت خلاص بقى تخلي الراجل ده دافع لك فلوس، فلازم انت كمقاول وكمان عامه تديله كل حاجه مش ناقصاك، عشان لو لا قدر الله انت مشيت وحصل له حاجه هو يبقى عارف هيصلح ازاي وهيعمل ازاي وايه اللي جه وايه اللي راح، فلازم تكون خارج. واهم حاجه زي ما قلنا حاول دايما تعمل بين حاجتين، مكسب لشركتك والكواليتي، الكواليتي لان دي اللي هتخلي عند الشركه بتاعتك سمعه وهتخليك تشتغل في مشاريع جايه برضو بعد كده. في بقى حاجات تانية في السايت بتحصل زي الانسبكشن ريكويست وفي الماتيريال انسبكشن ريكويست. يعني انا دلوقتي وردت للسايت فبجيب الاستشاري بماتيريال انسبكشن ريكويست او المشرف على التنفيذ واقول له والله تعالى استلم بقى الماتيريال دي واكتب لي انها مطابقه للمواصفات، ولو مش مطابقه للمواصفات الاستشاري بيكتب انها مش مطابقه للمواصفات اللي هو معتمدها في الماتيريال سبميتال وبيرفضها وبيغيرها، او لو هي مطابقه للمواصفات خلاص بتخش خلاص في المواصفات بتاعتك وبتدخل الموقع. الانسبكشن ريكويست انا بعد ما خلصت اعمال برضو بروح للاستشاري اقول له والله تعالى استلم الاعمال دي وشوف هي مطابقه للمواصفات اللي انت حاططها ومطابقه للرسومات ولا لا، فبيجي الاستشاري بيعمل برضو بيدي الاكواد بتاعته. كل ده زي ما قلنا لازم يكون بلوج لان ده اللي هيضمن حقك بعد كده في المستخلص بتاعك. بس كده ده كده بيبقى زي ما بقول لك، اتمنى ان انا اكون اديتك فكره عن المشروع بيحصل ايه بشكل عام وتكون انت كده مطمن لكل مراحل المشروع. في بعض الحاجات والتفاصيل الصغيره اللي ممكن اكون سهيت عنها برضو ان شاء الله واحنا ماشيين هنعرفها واحده واحده، وان شاء الله ان ما اكونش ناسي اي حاجه. بس ده كده المشروع بشكل عام، واتمنى ان الرحله تكون يعني اسعدتك وادتك فكره ونبذه عن اللي هيحصل في المشروع، ما تكونش انت خايف وقلقان من المشروع. هستناكم ان شاء الله في الليكتشر اللي جاي. سلام.